ايوا شتو السريعة جالسة كتبوس في بوكريشة فوق التصويرة زعما لا حشمة لا حيا. ياكي شتيه ايوا ديك الساحيت شتيه في الزيارة بوسيه وعنقيه. علاش زعما حتى جيتي قدام الفيديو عاد شادة التصويرة كتبوسي في بوكريشة زعما كطرطقي قلب سعاد. هاكا سعاد خلات لك الشياطة قالت لك غير شبعي به. سعاد باست فيه شحال هادي في يامو وحال تيامو، اما دابا حيت ولا بحال الشياطه راه خلاتو لك. سمعتي يا اللي جلستي حتى غملتي في امزورن عاد جداك، وكون ما لويتي ليه الدراع بداك الشي اللي راكي عارفه على بالك ما كان يدور الرويض ويجيك الامزورن يديك. المهم بقاو معنا في الفيديو من الاول حتى التالي باش تعرفوا علاش غادي نتكلموا وعاد خرجت البقه جاوبات. السلام عليكم المشاهدين ونهاركم مبروك، كيف اموركم ومسا الخير عليكم. اللي شاف هذا الفيديو بالصباح صباح الخير عليه، واللي شاف في المساء مسا الخير عليه، وان شاء الله بالصحه والسلامه. والمهم وندوزو الموضوع غير ما تبخلوش علينا من الاراء الغزاله ديالكم. راني كنشوف كل التعاليق ومن لايكات وجمجموا ولا تبخلوا والبارطاج باش تدعموا لنا الفيديو ديالنا فضلا منكم وليس امرا. وندوزو الموضوع بالنسبه للبقه. بطبيعه الحال كلكم يعني اللي شاهدوا معنا الفيديو عارفين اننا عطينا واحد التحدي البقه وقلنا لها البارح احنا كنأكدوا قلنا لها خاصك تمشي تسولي بوكريشه وتخرجي تجاوبي وما تجاوبيش بوحدك. لما تبغي تجاوبي تكوني انتي والعجوزه وبنت بوكريشه ضاربين الصف وتهضروا كاملين ونشوفوا واش ديك الهضره اللي انتي غادي تنطقي بها البقه وغادي تقولي على اساس ان بوكريشه قالها واش هي نفس الهضره، يعني العكوشه ولا البنت ديالو غيقولوا فعلا ان ديك الهضره كاينه، ولا هذيك الهضره غير من بدايتك انتي ايتها الناطق الرسمي باسم بوكريشه يا البقه، يعني من بدايتك راسك تتقولي شي حاجات اللي هو ما قالهمش. قلنا لك حربش ما تخرجيش تجاوبي غدا تجاوبي على اساس اليوم. فاذا به من بعد ما شافته في الزياره وجات خرجات باش تجاوب في الفيديو. المهم حنا غادي نحللوا هذاك الفيديو ديالك. خرجت البقه بدون ما تكون معاها لا العكوشه ولا بنت بوكريشه، ويعني بدات كتكلم على شنو قال لها بوكريشه في الزياره ديالها ليه. قالت لك ودي قال لها بوكريشه انها تحضر كل ثلاثه. الناس كيقولوا الثلاثاء، كل يوم ثلاثاء ماشي كل ثلاثه، كل ثلاثه. قال لي بوكريشه اجي في كل ثلاثه. قولي قال لك كل نهار ثلاث تجي تحضري. مالكي مراجله حتى في هضرتك، فمك فم السوا وعينيك باز لازم لا ما تعرفوا تهضروا ما تعرفوا تلوزوا ما تعرفوا نقولها قد راسك. المهم قالت لك ودي قال لها بوكريشه خصها زعما هي تحضر بلاصتها ما تعطيها لحتى شي حد ياكي. وقالت لكم بوكريشه قال لهم سعاد ما بغاش يشوفها وما بغاهاش تجي وما بغاش عينو تجي على عينها وما بقاش كيحملها وكيكرهها. هذا ما قالت السريعة، هذا ما قالت البقة صاحبة الوردي. قالت لك بوكريشة قال لها إلا بغاو بناتو ولادو يجيو يشوفوه مرحبا، ولكن إذا شاف سعاد داخلة معهم غادي يرفض ديك الزيارة وغادي يقول لهم ما بغاش ديك الزيارة وغادي يدخل بحالته باش ما يشوفش سعاد معهم. ولكن الوليدات ولا بنتو تكون بوحدها ما يشوفش معها امها. سمعي نقول لك السريعه، انت في الكلام ديالك كضربي، انت حرضتي بوكريشه وقرصتيه وليعتيه مزيان، ولكن انت كضربي على الوليدات وعلى فاطمه الزهراء بنت بوكرش باش ان بوكرش حيت يشوفهم يحرضهم على سعاد. سعاد ما بقاتش كتيق لان شافتهم كيفاش لعبوا على البنت الكبيره وجروها لجهتهم. وهذوك الوليدات وفاطمه الزهراء راه ولداتهم سعاد، ما كنتيش كتعصري وتخرايهم انت السريعه من خلا دار شرك. سمعتي؟ فاذا امهم اللي تعذبات عليهم واللي حملت بيهم وولداتهم وكبراتهم وضربت التماره باش انها تصار عليهم حتى يكبروا
من حقها انها تكون حاضره وناظره وديناتها كيسمعوا باهم شنو كيقول لهم، باش اذا حرضهم ولا قال شي كلمه العيب او بغى يشككهم في الام ديالهم حيت حتى هو حريمي من فعيله الدور فيه، ما تسمحلوش. سمعتي؟ من حقها مادام ساعدت قاضي الأحداث وقال لها تكوني حاضرة ناظرة مع أولادك، ما عند لا بوكريشة ما يقول، وما عندك حتى انت البقة يلي قارية الريح ما تقولي. سمعتي؟ اللي كتدعي الثقافة تعبو الريح اللي عندك انت. سمعتي البقة يا السريعة؟ لا تجيش تطلعي وتقولي حقا قالك ما بغاش يشوف سعاد مع الولاد ديالو. وعلاش نهار المحكمة عينو ما نزلهاش على سعاد؟ نهار المحكمة فاش حكموا عليه، فاش يالله دخلوا للجلسة وهو كيشوف سعاد عينو ما نزلهاش، كأنه كيهضر بلغة العيون مع سعاد. وما تنساوش أنه قبل سبق قال لبنته قولي لسعاد بغيت نهضر معاها ضروري على شي حاجة، بغيتها تجي. فاش كان كيقفقف من الحكم علاش؟ وسعاد ما شافتش فيه وما رمات ليه فيه ملح وما سوقاتلوش وما حاشتهالوش وما داتهاش فيه، كأنه لم يكن. شكون انت؟ وهو عينو ما نزلهاش على سعاد، وانت يا ربقا كتقلاي في سمك وكتغددي وغتشللي خارجه ديك النهار علينا فمك غيعواج بالشلال. ما حملتيش وانت راكي عارفه وكتضحكي في راسك بالعاني وانت كتطرطقي من الداخل. علاش كان كيشوف سعاد بديك النظرات؟ سمعتي؟ دابا حقا خارجه كتبوسي في التصويره وحقا ما حقا قال لك انه بغاك غير انتي. والعشب انا كيبان لي واقيلا دي خاصها تشارجا. هذا هو الميساج اللي بغيتي توصل لي واقيلا. يمكن عندك شي وحدين كتوصلي لهم انت الميساجات بهذه الطريقه هذه، حيت انت كيداره ومدوده ما قلناش عليك انت اللي قلتي الدود خارج فيك. المهم، ولكن باش انك تخرجي بوحدك وما يصادقوليكش ما صدقولهاش على كلامها العكوشه وبنت بوكرش، يعني كلامك زيرو اغوزاينو. حنا فاش عطيناك التحدي البارح وطرطقي لي ودنك مزيان قلنا لك حسك عينك تخرجي بوحدك تجاوبي لا، بغينا تكون كتفك حدا كتف مو حدا بنتو تجاوبوا بثلاثه كلمه واحده. ديك الساعه غادي نتيقوا بوكري شنو قال. ولكن باش تخرجي غير انت تبرولي بوحديتك لا، حيت انت ما فيكش الثقه، انت لستي اهل الثقه ابدا. هذه نديها في ودنك. اما باش انك في الفيديو ديالك انا كنجمع لك وكنطوي، باش انك في الفيديو ديالك تقولي انه سعاد هي سباب بوكري شاف هاد السيشن ديالو، لا 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 لا، نو 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 نو، على قول زنوبه كيف ما قلتيها البارح. وديروا اللايكات، ديروا اللايكات، الله يهديكم ما تنساوناش من اللايكات، جمجموا ولا تبخلوا. باش نكمل لكم الفيديو ونقول لكم المفيد. المهم، بالنسبه باش تقولي انها سعاد هي سببه لا، حيت شكون حرضوا على القضاء؟ شكون حرضو حتى خرج كيطرطر؟ انتي السريعه. وقالها بعض من لسانو في داك النهار، قال لك السريعه كتعمرو وكتضغط عليه يخرج يدير اللايف واخا هو ما كيكونش موجود ليه ما باغيش، ولكن كتعمرو باش كيخرج يطرطر ويهضر. قالها عليك حيت انتي اللي حرضتيه. اما هو مش حال هادي ما كانش كيخرج بدوك الخرجات وبداك الجهد، كان غادي جنب الحيط. ولكن انتي كتعمري ليه راسو. قول هادي، ضرب في هادي، قول هاد الكلمه. بحال نهار خرجتي حطيتي البوست كتضربي في الهيئه ديال اصحاب البيت السوداء، ضربتي في رمز العداله وعده امور. لما سولك القاضي قال لك علاش حطيتي داك البوست وفيه ديك الاهانه، بقيتي كتقفقفي قدامه وسولك قال لك حتى لا قاريه، قلت ليه انك قاريه القانون مجازه في القانون، وقال لك ساعدت القاضي قال لك واش متيقنه من راسك انك قاريه القانون فعلا عندك الشهاده؟ قلت ليه وقال لك وعلاش حطيتي داك البوست بديك الطريقه وكتهيني فيه راكي عارفه؟ قلت ليه لا، حق داك البوست كنتي كتكلمي فيه على برج الميزان والفلك. بالله عليكم اش جاب الشي وراكم عارفين البوست اللي كانت حطات في المنتدى وكنا خرجنا رعرعنا عليها فيه وقلنا لا ما عندكش حق. عقلتو؟
كنتمنى الصوت يكون واضح. ديروا اللايكات ديالكم عافاكم، وحاولوا ما امكن انكم تبارطاجيو الفيديو. بالنسبه اللي مازال ما دارش ابوني، ديروا ابوني باش تنضافوا للقناه وتوصلوا بكل ما هو جديد ونكمل لكم الموضوع. ياكو عاقلين على هذا الشيء. انا كنفكرك ضروري ما اننا نفكروك في هذه الامور هذه. سمعتي يا البقاء؟ فانتي اللي حرضتيه، ما تجيش تلصقي التهم ديالك على سعاد. لا، سعاد ديك الساعه كانت باقا كتجري وتجاري وكانت دايره الدعوه، ولكن ما كانش تعتقل هو على اساس انه على سعاد. لا، هو راه تعتقل على لسانه، على لسانه شنو قال. وحتى من بناتو خوتو مو راهم داروا فيك في الدار، قالوا لك انت اللي عمرتيه باش خرج هضر على القضاء بديك الطريقه. انت اللي كتبقاي عليه قول هادي ما تخافش، قول هادي قول هادي، حتى صدرتيه. هو انت اللي كنتي كطيري وكتنزلي، وكان عندك السريعه مخطط انك تحيدي بكريشه من الطريق، بحال اللي كنتي كديري مع الزوج الاول والثاني. لا ميم شوز درتيها مع الثالث اللي هو بكريشه، كتحيديهم من الطريق وكتبقاي ديك الساعه بوحديتك حره راسك كتلعبي اللعب في الماء العاكر كيف ما بغيتي تحت الطاوله، وراكي عارفه المعنى شنو هو، وكتجمعي الفلوس على النك ديالك. وفعلا داكشي اللي درتي لبكريشه، شيكات على بياض من هنا، شيك فيه شي 20 مليون من لهيه، صدرتيه سحبتي 57 مليون. ايوا درتي الذهوبات، درتي لابارتومون، غدا تقدي ديري الطوموبيل، بعدها المحل، بعدها البروجي، وتخشيلو القلب هو هذاك. ايوا شكون بحالك؟ ها؟ اما سعاد ما شاف فيها غير الخير وعاش معاها الخير والخمير. ما عمر سعاد ما كلاتو في رزقو. 50 درهم اللي مشى بها عند سعاد النهار الاول خلاتها روح تخلعات ليه في جيبو، نهار خرج ب50 درهم باقا في جيبو، يعني ما خسر والو. يعني سعاد كانت هزه وعايش في خيرها وربى الصحة في خيرها، وتعلم البيرمي بفلوسها، وركب السنان بفلوسها، وقاد صحته بفلوسها، وتهلا في راسو بفلوسها، ولبس وتكسى بفلوسها، وإلا مرض كداويه بفلوسها وبرزقها. سمعتي؟ ماشي بحال كنتي اللي جايه هكاك مكحطه ورا قالها عليك، جابك من الحرام الى الحلال. ايوا نوضي تقعدي تشللي وشدي ديك الزنوبه ديالك وهي في الفيديو عند لميمه جالسه تما كتقيس في ديك الغساله، راه الا قاست لها شي بوطون من تما غتخربق لها البروغرام كامل ديال الغساله، واخا هي باقا جديده. ودوك الماركات اللي كتكون فيهم ديك بحال هكاك، راه ما خصكش كل شويه شي حد يبقى يبرغص فيها، كيخربق لها البروغرام ديالها كامل، وخصك عاود تجيبي شي حد ديريك لها ويقادها ويصاوبها. فبعدي البنت من تما. وعلاش كتقولي لها نجيب نصبن عندكم؟ علاش انتي ما عندكش غسالتك؟ يا كيبوك ريشه شاري لك الغساله من فلوسه، من فلوس لالاك بنته اللي هي بنت سعاد في الاصل. يعني كتعيشي بخير بنات لالاك سعاد، فهمتي؟ وديريها بين عويناتك. كنتمنى الصوت يكون واضح على المشاهدين. المهم، عبرات عليك العاقه بنت بوكرش، خلاتك في داك الريح وفي داك البرد هكاك كتسناي، وانتي تتقولي حقا تعصبتي وانتي واقفه كتسنايهم يدوزوا عليك. ايوا المره الجايه باش ما تعصبيش ويطق لك عرق، عيطي ل 12 مليون يجي يوصلك بالكارويله ديالو، ويهزك ويديك حتى لعند بوكريشه. عيطي ليه يوصلك بالرانج، ولا بالاركاط، يديك بالطوموبيل. ما تبقيش كتسناي لالاك بنت لالاك تجي تديك بالطوموبيله ديالها وتوصلك، وانتي جالسه كتصوري من وراهم بحال شي خوافه، كتصور وهي كتقفقف كل مره يطيح لها التليفون باش انها تصور بنت بوكاش، وتصور زعما راكبه في المرسيدس. يا ودي فين حطيتي قاعك وضربه النفخه. باز راه خاصك، نقول لك، خاصك واحد المحطه. ولا يدي شتي ما قبطاتك السعاد شي نهار تعطيك واحد المحطه ديال العصا، راه باز ليك باز. بالنسبه لبوكريشه، الا كان في حالة ما انا غادي كنحلل بالتحليل ديالي، راكم عارفيني حسب الطريقه ديال التحليلات ديالي. في حالة ما كان بوكريشه مثلا انا ما كنأكدش ان كلامها صحيح لان لا ثقه في السريعه نهائيا. في حالة ما كان بوكريشه فعلا قال هذا الكلام اللي انت خرجتي كتقوليه، عرفوه راه خاف على فلوسه،
غيخاف على السريعة أنه يزير معها من هذه الناحية ويقول لها ماشي مشكل إلا كانت مع ولادها، وقال قاضي التحقيق قاضي الأحداث قال أنها تكون حاضرة معهم ماشي مشكل، وتدير ليه السريعة لا وأنا كذا وأنا كذا وتبقى تخوت. فإلا كان هو خاف أنها مثلا تضرب ليه الفلوس اللي في البنك حيت هو عطيها شيكات على بياض، وراكم عارفين باش يشري سكاتها وعدة أمور، فإلا كان خاف على فلوسه غادي يبقى يسايس معها حتى يخرج، غادي يدير معها الحيلة والسياسة حتى يشوف شنو يدير أو شنو يقول المحامي أو شنو يقول لبنته أو شنو هي الإجراءات اللي غيتاخد. ماشي به فيه، فهمتوا؟ ماشي به فيه كي كنقولوا قالتها اليوم غدت ليه صافي، ولكن غادي يحاول أنه يسايس معها. هذا كتحليل، هذا كتحليل. تفهمنا؟ نتمنى الصوت يكون واضح. سمحوا لي راه حيت الميكرو كنكون بعض المرات كنهضر به يعواج لي ولا هذا كيبقى يدير واحد الخربشه في الصوت. المهم انا كنحلل على حسب التحليل. وبالنسبه للناس اللي معانا وباقي ما عارفينش علاش انا هضرت على هذه القضيه ديال الفلوس وهذا، رجعوا غير الفيديوهات السابقه اللي تكلمت فيها على موضوع بوكريشه والسريعه وعلى سعاد، وغادي تعرفوا علاش قلت لكم بوكريشه راه خاصو ما امكن انه يطرق الحساب البنكي ديالو، لان السريعه ممكن انها تضرب ليه الفلوس ديالو كاملين حيت عندها شيكات على بياض. فخصو يهضر مع المحامي او يعطي وكاله للام ديالو او لشي حد اللي كيثيق فيه باش انه يسد داك الحساب، ما تسحبلوش شي حاجه، لان هي كتهدد انها تمشي للخارج وكذا وكذا وكذا. ولكن حنا في اللي كنعرفوه يعني راه ممنوع عليها قانونيا انها تغادر التراب الوطني، لان فيها شكايات، عندها جلسات، باقي كاين غادي تنطق الحكم حتى عليها هي براسها، فما يمكنش انها تسافر على برا، ممنوع منعا كليا. هذا الشيء اللي كنعرفوه حنا. المهم هذه من جهة. ولكن الكلمة ديال قاضي الأحداث هي اللي كتمشي السريعة، كنزيد نصدم لك عليها على قلبك. ماشي كلامك انت الميكروبة الغياتية الإمزور اللي ناكرة أصلك. الكلمة قاضي الأحداث هي اللي كتمشي. وغادي نزيدك واحد النقطة أخرى مادام هضرنا في هذا الفيديو نجمع لك وغادي نطوي. بالنسبة لفاطمة الزهراء بنت لالاك سعاد وبنت بوكريشة، ما كتحملش اللي كيهضر على سعاد امها بالسوء أو بكلمة خايبة أو كيضحك أو كيتنز، وراها كتفرج وكتشوف الفيديوهات وكتسمع الخرجات ديالك وشنو كتقولي، لان سعاد ما غاديش تمنعها منعا كليا انها ما تشوفش الفيديوهات. البنت كتشوف كتفرج واخده الراحه ديالها والحريه ديالها في الدار عند الام ديالها. تفهمنا؟ فداك الشيء اللي كتقوليه انت على امها يا راك تعقلك عليه. دابا تربيك نهار الجلسه الاتجار بالبشر، ردي البال حيت تقدر تربيك ديك البنت. سمعتي؟ وحدي راسك وجدي راسك البقاء. المهم حيت راكي جوعتيها واحد الوقيته، كنتي كتحاسبي معها على الماكله، عيشتيهم في الجوع، كتقولي عليهم كتاكلوا بحال الحيوانات، كنتي كتعايريهم، كدير لهم التيكيته في كل حبه ديال الديسير، كتعيشيهم في الجوع. وراه خرجات وكانت قالتها هي اختها عاقلين على هذا الشيء ولا ما عاقلينش عليه. دابا هي عند الام ديالها عايشه في الخير والخمير، الطبق ديال الديسير اللي في خويسك، لا بغات كلاص ولا شي حاجه كلشي الحمد لله في الثلاجه. سعاد ما مقصراش من جهدها تبارك الله على الشهيوات، لا بغاو يخرجوا شي خريجه الماكدو ولا لشي جريده ولا شي غيستوغا ولا هذا يتعشاو فيها ولا يتغداو فيها كياخذوا راحتهم. يعني سعاد كدير معاهم فوق طاقتها. تفهمنا؟ والبنت الحمد لله بخير وعلى خير مع الام ديالها وكتحن في الام ديالها، ماشي بحال ديك العاقه. اذا وجدي راسك السريعه. هذه من جهه. شنقول لك؟ كتشهدي بلسانك، كتشهدي بلسانك البقه انك دايره اليوتيوب لعبه، يعني انت كتلاعبي فيه، دايره اليوتيوب عباره على لعبه. وسمعي نجاوبك، لالاك سعاد ما دايراش لعبه، دايراه مصداقيه وكتهضر فيه في الحقيقه. وحيت ما قعدات مشات تقلب على حق بنتها، هاد بنتها اللي كتستر على مجرم لحد الان، وقلبات الشهود بطريقتها وبطريقتك انتي البقاء. تفهمنا؟ سعاد ماشي كتلعب، ما كتلعبش بحالكم، حيت انتي كتقولي كتلعبيها البقاء، ولكن سعاد ما كتلعبش. سمعتي؟ ما كديرش بحالكم نتوما لما شريتوا الشهود لصالحكم وضمنتوا الشهود لصالحكم، وما تاجرتش بولادها واخا ولادها حداها، ما كتاجرش بهم كما هو باهم كان كيتاجر بهم، وراكم عارفين. سمعتي؟
انتي كتقولي من شحال هادي بان اليوتيوب لعبه، اذا هنا خاصكم نتوما يا ربعة القطيع والنعاج اللي كتبعوها هي وكتدافعوا عليها هي، خاصكم تفيقوا وتعيقوا او تضربوها بفراقشكم، تضربوا السريعه بالفراقش ديالكم، لانها فعلا كتضحك عليكم، كتضحك على الذقون. كذبات نهار قالت في رمضان عائلتها غادي يجيو عندها، ما حاشاه ليها حتى حد من عائلتها، ما جا عندها حتى حد من عائلتها، وما كرهتش حتى شي حد يجي على اساس عائلتها ويبان والو. كذبات انها عمرها تحيد الالتزام اللي دارت لما تحجبات، ولكن كنشوفوا شنو كيوقع. غير فات رمضان والسيدة تبرجات مباشرة كأنها تلقات معاهم، راكم عارفين. لما كتطلع كتدمع عليكم وكتقول لكم حقا ما حقا انها هي مريضه وهي حقا وحقا وما قادراش انها لا يسمح لها بانها تخدم، كتكون كتلعب على العقول والقلوب ديالكم، على اصحاب الملايين اللي كيترشرشوا عليها واللي كتصطابهم في الخاص وكتحلبهم حلب، وهي راه عارفه شكون وعارفه على من انا كنهضر. المهم وشكون اللي كتمهد لها هذا الطريق وكتعاون معها؟ الباترونه الزباله المعزه العشيه اللي كتحرنط ما بين الجبل في الثلث الخالي وفي الخلا وفي القفار. ما نطولش عليكم، غنكتفي بهذا القدر الى فيديو مقبل. ديروا اللايكات ديالكم، ما تنساونيش وما تبخلوش من الاراء ديالكم في قناه التعليق والبارطاج. كنشكركم على حسن المشاهده. بالنسبه اللي مازال ما اشتركش في القناة، ضغطوا على أبوني باش تشتركوا توصلوا بكل ما هو جديد. ومع السلامة إلى حلقة مقبلة إن شاء الله، وشكرا لكم على حسن المشاهدة.